يعني تغزو بلادنا وبتحتل أراضينا، وكيف بدها صفق لها؟ والله عيب على أي إنسان عربي يقف مع أمريكا ويصفق في المباراة اللي حتصير بكرة. هذا مسألة كثير 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 مهمة بالنسبة لي. أمريكا بتحاصرنا وبتجوعنا وبتخرب بلادنا وبتحول منطقتنا كلها منطقة فاشلة. سرقوا 74 عاما وهم بيسرقوا النفط بتاعنا، بخلونا نخفض أسعار النفط عشان اقتصادهم يزدهر وعشان اقتصاد الغربي يزدهر. أما اقتصادنا يعني في 60 داهية، مش سائلين عنه ولا بهمهم هذا الاقتصاد على الإطلاق. طيب يعني ليش أمريكا؟ طيب أمريكا بتتهمنا بالإرهاب يعني بتقبل بالتهمة الإسرائيلية. إلنا من اللي قتل 1,000,000 عراقي قبل الغزو وأيام الحصار، و1,000,000 عراقي شقيق آخر